السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي المتنوعة أم فردوس. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعلى ما يرام وفي الصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نبعدو شوية على الطبخ. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد المسك اللي هو مسك الطهارة. هناك الأبيض والأسود. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على المسك الابيض، ولا بقات لنا الوقت غادي نهضروا حتى على المسك ديال الطهاره الاسود. بالنسبه لهذا المسك شنو هما المكونات ديالو ان شاء الله اليوم باش غادي نوجدوه؟ غناخذوا واحد الطرف ديال المسك، وعندنا هذا الزيت ديال جونسون بيبي، راه فيه رائحه زوينه بزاف. من بعد كناخذوا واحد الكاسرونه، نتوما كتشوفوها راه فارغه ما فيهاش الماء نهائيا، خص تكون ناشفه ما يكونش فيها الماء. من بعد غادي ناخذوا هذا المسك ديالنا، ضروري ما نحكوه في الحكاكه. انا هاد الحكاكه خصيصا غير الماسكات، يعني راه كتبقى لكم الرائحه ديال المسك. وصدقوني راه هاد المسك ديال الطهاره راه كيجي رائع بزاف وفي متناول الجميع. ولا كنتو غادي تاخذوه راه كيتقام الثمن ديالو ما بين 100 درهم حتى ل 120 درهم، يعني من 2000 حتى ل 2200 اللي كيدير 2400. هذا هو الثمن ديالو بالنسبه الا كان ماسك الطهاره الاصلي. ما الا كانش غير المزور تقريبا كتلقاو غير ب 80 درهم اللي هي 1600. بسم الله غادي نبداو. غناخذوا كاسرونه ديالنا كيف ما قلت لكم خصها تكون ناشفه نهائيا، ما فيها ولو قطره وحده ديال الماء. غنضيفوا عليها المسك. هانتوما كتشوفوا راه درت شريت واحد المكعب ديال المسك. كتاخذوا النوعيه الجيده، راه تقريبا كيدير غير 10 دراهم، وكاين ديال 5 دراهم. غير ديال 5 دراهم راه ما كيكونش شي حاجه كاليتي. هذا ديال 10 دراهم راه الرائحه ديالو راه كتكون زوينه. وكناخذوا الابيض ماشي الاسود. وبالنسبه من حيت كنحكوا غير النص ديالها، حيت انا غير بغيت نوريكم ما انا راه كاين عندي اصلا. غنضيفوا عليه هاد الزيت ديال جونسون بيبي. خصو يكون الزيت غالب على المسك حتى كيتغطى لينا داك المسك كاملو. انتوما كتشوفوا كيف تغطى لينا المسك. دابا ان شاء الله غادي نردوه فوق البوطه على نار مهيله مع التحراك، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. المهم هاني غنوريكم كيفاش الطريقه. فوق النار هانتوما كتشوفوا النار راه قليله ما مجهداش. ضروري ما تبقاو تحركوا، راه مع السخونيه راه هذا المسك ديالنا راه كيذوب كاملو، كيولي عندنا زيت صافي. صراحه واحد الرائحه كتطلع منه زوينه بزاف، والله ما نعاودش لكم عليها. ولكن خصكم حتى تجربوها وغادي تحكموا بريوسكم ان شاء الله. وغتشكروني بزاف على هاد مسك الطهاره اللي وريتكم، غتشكروني عليه بزاف والله، حتى تشكرونوا عليه. وما تنساوش تبارطاجيو الفكره مع جميع الاصحاب والاحباب باش الكل ان شاء الله يعرف كيفاش يحضروا. راه كتعرفوا بانه راه باغي الثمن، راه كيكون غالي، راه ما رخيص. والله ما نعاود لكم على الرائحه ديالو، روعه بزاف. راه صدقوني من حيت غادي تجربوا راه ما غاديش تستغناو عليه نهائيا. وخصوصا اللي كانت موالفه كتشري راه غادي تاخذو، غادي تشوف الفرق، غيتقام على رخيص وفي نفس الوقت راه كتكون فيه رائحه زوينه بزاف. حسن من جاهز. منين جانا بعدا هذا الاسم ديال مسك الطهاره نهضروا عليه واحد شويه. مسك الطهاره راه هو من افضل المستحضرات ديال العطر. هو ماده مهمه للصحه وكتعالج لنا مجموعه من الامراض. ومسك الطهاره هو اصلا راه خارج لينا من الصخور، من واحد الصخره كتكون في الجبال، من تما مناش كيخرجوا داك المسك. وهو ناتج عن مجموعه من الصخور. وبالنسبه المسك الابيض
من حيث كنكونوا محضرينه في الدار ولا شاريينه. هو راه معروف برائحه عنده، راه ناعمه وزوينه بزاف وكيكون بارد وكيستخدم. بالنسبه المسك هذا اللي وجدنا به هاد ماسك الطهاره، راه كنوجدوا به مجموعه من العطور. راه ماشي غير هاد ماسك الطهاره، ماشي غير هاد مسك الطهاره تسمعوا المسك وتقولوا بانه راه جاي من المسك فقط. راه بزاف ديال الامور كيتحضر به، وغادي نحضر معكم ان شاء الله واحد المخماريه راه صراحه راه روعه بزاف للجسم للشعر. راه كنديرها لبنتي والله حتى طوال لها الشعر ديالها، وكتخلي فيه سبحان الله واحد الرائحه زوينه حتى للشعر. انا بزاف كنستعملها للشعر لبنتي وكنستعملها حتى للجسم، راه كتجي زوينه بزاف وكتخلي واحد الرائحه كدوم 48 ساعه تقريبا واكثر. وبالنسبه لهاد المسك ديال الطهاره كيساعدنا في الوقايه من سرطان الرحم، كيساعدنا من التعفنات ديال المهبل. يمكن لينا نستعملوا المناطق الحساسه تحت الابطين العنق، يعني كاع الاماكن اللي يمكن لك ديروهم فيه. بالنسبه اي وحده دوشات وبغات تبقى فيها هذيك الرائحه عطره وزوينه وناعمه في الجسم ديالها، غتاخد واحد القطن غتبلو شويه اما بالزيت جونسون بيبي اما بالماء العادي ديال الروبيني. غناخدو شويه من هاد المسك، من هاد ماسك الطهاره، غادي نوضعوه في القطن نبلوها مزيان، من بعد كنمسحو به جميع الاماكن المرغوب بها. وبالنسبه عاوتاني كاين حل اخر، كيف ما كيدوش الانسان كياخد واحد شويه كيخلطو مع الماء سخون، كيعاود يشلل به اخر تشليله وكينشف كيلبس حوايجو عادي. راه صراحه راه كتبقى الرائحه 48 ساعه. وكونوا اكيدين بان اي وحده جربات هاد مسك الطهاره ما بقاش غادي تستغنى عليه نهائيا. وانا كنستعملو بزاف وقلت علاش لا ما نعاودش ندير تجربه معاكم باش تبان لكم وتوضح لكم مزيان ونهضر لكم شويه على هاد مسك الطهاره. صراحه راه زوين بزاف وزوين حتى للمناطق الحساسه، منطقه المهبل، كيحارب لنا الافرازات المهبليه، يرفع من قدره المراه على الانجاب، ومزيان حتى للعقم. نتخلصوا من الروائح السيئه التي قد تصدر نتيجه افرازات الجسم من تعرقات وكذلك مجموعه من الامور، يعني اي واحد راه عارف هذه الامور. وبالنسبه لبعض النصائح كيفاش يمكن لينا نستخدموا هذا المسك الابيض، يمكن لينا نستافدوا من المسك الابيض اما نوضعوه على الملابس كيف ما كانوا الناس كيديروه زمان راه ما كانوش هاد الروائح، كانوا الناس كياخذوا الماسك، كانوا كياخذوا العطر كياخذوه ويديروه بالملابس، كيخلي لينا فيهم واحد الرائحه زوينه بزاف ومنعشه كتبقى لينا مده طويله بزاف، وكيحمي لينا الملابس من التعفنات اللي يمكن ليها تنتج عن طريق البكتيريا والغبار. ويمكن لينا عاوتاني نوضعوا المسك في مبخره اللي كتكون ديال العطور، كتكون اما ديال اليد اما ديال الكهرباء، يعني كاينين بزاف ديال المبخرات، كاينين ديال الكهرباء يمكن لينا نوضعوا فيه واحد شويه، راه كتعطي رائحه زوينه بلا ما نستعملوا هاد مسك الطهاره. ولكن صدقوني بان هاد مسك الطهاره راه احسن المسكات، الا جربتوها ما بقيتوش غادي تستغنوا عليها نهائيا. يمكن لينا عاوتاني نستخدموا هاد مسك الطهاره برشات على الملابس على الجلد. صراحه راه كيبقى لينا مده طويله في التعطير ديال الجسم ديال الملابس. يمكن لينا ناخذوه مع شويه الماء الساخن ونشلو به كيف ما سبق ليا وذكرت لكم في الاول، راه كيفتح لينا المسام ديال الجلد لانه راه مختلط مع الماء الساخن. كتعرفوا بان راه السخونيه كتفتح لينا المسام ديال البشره. يمكن لينا كذلك نستعملوا المسك الابيض او مسك الطهاره
دهنات ندهنوه على اليدين، على الرقبه، على تحت الابطين. صراحه راه كيخلي رائحه زوينه بزاف ومعطره. وبالنسبه نهضروا شويه على السلبيات ديالو. المراه الحامل ما يمكنش ليها تستعملو نهائيا، وحتى المرضع ما يمكنش ليها تستعملو حتى كتكمل المرحله ديال الرضاعه. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ما يمكنش ليهم يستعملوا هاد المسك. حتى المسك العادي ما يمكنش ليهم يستعملوه، لانه يقدر يتسبب لهم في ظهور حساسيه مفرطه بزاف على الحساسيه اللي كانت عندهم، يقدر يؤدي لهم الالتهابات. مهم الناس اللي عندهم الحساسيه، الناس اللي حاملين، المرضعات، ما يمكنش ليهم يستعملوا هاد مسك الطهاره نهائيا، باش نكونوا واضحين. المهم انا هنا راه وضحت معكم الامور مزيان. بالنسبه للاثار الجانبيه ديالو او السلبيات ديالو كيف ما يمكن لينا نقولوا. بالنسبه للمراه الحامل، المراه المرضع ما يمكنش ليها تستعمل هاد ماسك الطهاره نهائيا. وبالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه ما يمكنش لهم يستعملوه نهائيا، غير باش نكونوا واضحين. وصراحه راه زوين بزاف وهو راه باهي الثمن، وعلاش لا ما نوفروا الفلوس ديالنا شويه ونستعملوا شي حاجه في دارنا ونعرفوا شنو كنستعملوا. دابا ان شاء الله غادي نوضعوه في قنينات الزجاج باش تشوفوا كيفاش. بالنسبه هاي هو مسك الطهاره ديالنا. من بعد ما برد كنخليوه حتى كيبرد. غناخذوا واحد سكرينه ولا برا كيف ما كنقولوا، غنعمروا على هذا الشكل. غادي ناخذوا شي قنينات الزجاج عندكم. انا من الاحسن تستعملوا القنينات ديال الزجاج، راه كيحموا لينا من البكتيريا، كيحافظوا لينا على اي حاجه كيف ما هي، ماشي بحال البلاستيك راه ما كيحافظش لينا على الرائحه ديالها. كدوز واحد المده يمكن لكم تزول الرائحه من هاد مسك الطهاره ولا اي ماسكات ولا اي مخماريات ولا اي حاجه فيها الروائح يمكن لكم تزول ليها منها دغيا. انتما كتشوفوا غير باش تجيكم طريقه سهله وتعمروا بها هاد. واللي عنده شي قرعه كبيره يمكن ليه يستعملها فيها. انتما كتشوفوا واو على رائحه شحال زوينه بزاف ورائعه. ما نعاودش لكم على الرائحه ديالو. انتما كتشوفوا راه رائحه زوينه بزاف ورائعه. ما نعاودش لكم على الريحه ديالو، خصوصا من حيت تستعملوه على هذا الشكل. ضروري ما تحكوه باش كتبقى الرائحه ثابته على هذا الشكل. راه كتبقى لينا الرائحه ثابته. وبالنسبه لهاد القريعه الثانيه، انا راه عندي فيها شويه الرائحه. راه نتوما كتشوفوا راه عندي شويه ديال الرائحه فيه. غادي نضيف عليه. هذا بالنسبه اللي باغي يديروا المناطق مثلا العنق تحت الابطين، ضروري تزيدوا ليه شويه الرائحه. الا بغيتو ما بغيتو كتخلوه هكذاك اصيلي كيف ما هو. نتوما غنضيفوه. نتوما كتشوفوا راه ضفنا على الريحه بلاتي. غنخلطوها. ضروري ما تخلطوه باش تنسجم لينا هذيك الرائحه. هاد الرويح راه ديال 10 دراهم باش كيتباعوا. هادو راه ماشي روائح، راه زيوت هما كيكونوا، ولكن الاكثريه كيعرفوهم بالروائح. هما راه ماشي روائح، راه زيوت. انتما كتشوفوا ناخذ واحد شويه نحكوه على هذا الشكل. والله العظيم حتى هذه رائحه زوينه بزاف، واي وحده جربت هذه الريحه راه غادي تشكرني عليها بزاف. صراحه راه زوينه. وهنا عندنا هاد المسك الاسود. يمكن لكم اللي بغى يحصل على مسك الطهاره الاسود وما متواجدش عنده المسك الاسود، يمكن لكم ديروا غير هاد العمليه هكذا، ومن بعد غتضيفوا عليها قطرات من هاد المسك الاسود. ها هو نتوما كتشوفوا الاسم ديالو راه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال الحج والعطور.
كما كتشوفوا. غنضيف معكم واحد شويه غير باش تشوفوا كيفاش. نوريكم هنا غناخذوا واحد شويه منه على هذا الشكل. انا راه ما كيعجبنيش هذا المسك الطهاره الاسود، انا غير بغيت نوضح معكم شويه بالنسبه اللي كيبغي هذا المسك الاسود كيفاش يمكن ليه يحضروا. غناخذوا على هذا الشكل كما كتشوفوا. خليكم تخلطوا مع الرائحه اللي بغيتو، ماشي بالضروره هاد الرائحه ديال المسك الاسود، اي رائحه او زيت كيعجبكم يمكن لكم تستعملوه. ثم كتشوفوا راه المسك من حيت كيبرد راه كيجمد معنا، راه كيكون هذا المسك بارد بزاف. نتوما والله حتى رائحه واعره بزاف، وغادي تشكروني عليها. غير جربوها وما تستغناوش عليها نهائيا، راه كتجي زوينه وهائله. ووقت ما بغيتو تستعملوا هذا المسك ضروري تبقاو تحطوه في، هو راه كيخرج معنا ماشي ما كيخرجش، هانتوما كتشوفوا. غير بالنسبه لي بالنسبه لمسك الطهاره ها هو اللي تحصلنا عليه. هو كتشوفوا راه مسك الطهاره اصيلي 100% بدون اضافات اي زيوت. وان شاء الله في فيديو جديد غادي نحضر معكم هاد المخامريه اللي قلت لكم كنستعملها للشعر ديالي وديال بنتي والجسم ديالي. صراحه راه حتى هي راه زوينه بزاف وعندها منافع زوينه بزاف وكتدوم في الشعر وحتى في الجسم مده 48 ساعه. راه ما كتزولش لنا الرائحه نهائيا. حتى هي فين دايرها راه قريبه تسالي ليا، وباغا نعاودها وقلت علاش لا ما نشاركش معكم الفكره باش كلكم تعرفوا كيفاش كتحضر. انا راه دائما كتكون متواجده عندي. وانتم كتشوفوا الا غادي تستعملوها على الشعر ضروري ما تستعملوها باليدين على هذا الشكل حتى كتولي عندنا زيوت ويمكن لينا ندهنوا بها الشعر. ولكن غادي نستعملوها على الجسم كناخذوا واحد شويه كندلكوه بين اليدين على هذا الشكل وكنمسحوا به كامل الجسم. صراحه راه حتى هي راه فيها رائحه زوينه. هذه راه مستعملها تقريبا 6 اشهر دابا هذه باش مصايبها وباقي فيها الريحه كما هي. انتم كتشوفوا. وان شاء الله غادي ناخذ ان شاء الله واحد الفيديو غنهضر لكم فيه على هاد لمه العروس. حتى هي راه زوينه بزاف للبشره والشعر. وكنشكر السيده اللي كانت شكراتها ليا، راه صراحه راه زوينه بزاف وشت عندها المنافع ديالها، يعني عندها الايجابيات ديالها وزوينه بزاف. هي كانت استعملتها وكنت خديتها عندها حيت هي كتتاجر في هذا الشيء، وكنت خديتها عندها. الثمن ديالها من 60 درهم حتى 70 درهم اللي كدير. انا خلاتها ليا ب 60 درهم حيت كانت قدها عندها بزاف وكنعرفها وكنشكرها جزيل الشكر من هذا المنبر. صراحه راه زوينه بزاف هاد لمه العروس. راه غادي نهضر لكم عليها، غندير معكم واحد الفيديو وضروري خصني نهضر لكم على الفوائد ديال هاد لمه العروس بالنسبه للبشره وبالنسبه للشعر. راه الناس بزاف ديال الصحراء متواجده عندهم بالكثره، والناس ديال الدول الخليجيه حتى هما كيستعملوها بزاف. وحتى هاد مسك الطهاره راه كيستعملوه الناس ديال الخليج بزاف. الناس ديال الدول الخليجيه كيستعملوهم بزاف. وتا هاد المخامريه راه كيستعملوها بزاف. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد 3 الوصفات. صراحه راه كيجي زوين وهائلين، ولا جربتوهم صدقوني 100% راه ما غاديش يبقاو يخطاوكم نهائيا. ولا جربتوهم في البيت غادي تعرفوا بان راه كيتقاموا عليكم رخاص بزاف ماشي بحال الا خديتهم راه كيتقاموا غاليين.
وشحال من وحده كانت قالت لي الله يجازيك بالخير، كانت صيفطات لي في الواتساب الله يجازيك بالخير، لا ما صايب لي غناخذ عندك. قلت لهم لا راه ما يمكنش اصلا، ما عنديش الوقت باش نصايبهم. قلت لهم راه غادي ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله وغادي ندير معكم. قلت لهم لا غادي نصايب واحد الفيديو ان شاء الله على قبالكم وعلى قبال جميع المتتبعين ديالي وحتى اللي ما كيتابعونيش، باش ان شاء الله تعرفوا كيفاش كيتحضر هاد مسك الطهارة. وان شاء الله غادي نحضر معكم فيديو ديال المخماريه ديال الشعر والجسم، وغنهضر لكم فيديو على لمة العروس ان شاء الله فيما قريب. غير ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفكره مع جميع الاصحاب والاحباب باش نتوما تديو واحد شويه ديال الاجر ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله اي وحده جربات هاد مسك الطهاره وعجبها ما تنساش تدعى معايا وتدعى ليا مع والديا ومع بنتي ومع راجلي، الله يجازيكم بالخير. وكنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. تلاقاو فيما قريب مع فيديو جديد ومع وصفه جديده. مع السلامه.